مشاهدينا، لو سألت حضراتكم ايه هو الشغل الشاغل في اغلب البيوت المصرية، ببساطة جدا هنلاقي هو تعليم الاولاد من زمان لحد النهاردة. لكن انا عايزه اتكلم معاكم بصراحه، وللاسف كلنا لامسين حاله التردي الشديده اللي بيعاني منها التعليم في المدارس، من اول المناهج اللي بتعتمد على الحفظ والتلقين دون اي ابتكار او ابداع، لتعامل المدرس نفسه مع الطالب او الاعداد المهوله الموجوده في الفصول. كل المشاكل دي كلنا عارفينها، وللاسف الشديد الحكومات المتعاقبه عجزت عن ايجاد حلول جذريه ليها. وعلشان ما كنتش بتكلم مع حضراتكم بس عن المشاكل دون النظر الى الحلول المبتكره، الحقيقه ان المشاكل دي كلها دفعت بعض المهتمين بالتعليم ولجأ الاباء والامهات الى طرق واساليب تعليميه حديثه. هي حديثه عندنا هنا في مصر، لكنها متعارف عليها من زمان جدا في دول العالم المتقدم. النظم دي زي نظام تعليم اسمه نظام تعليم المنتسوري، ونظام التعليم الموجه ذاتيا. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على تنميه مهارات الطفل الحسيه، وبالتالي هتلاقي فيه تقدم في مهاراته العقليه. احنا النهارده موجودين في احد المراكز اللي بتقدم نظم تعليم حديثه، هنعرف منهم اكتر يعني ايه نظم التعليم الحديثه، وازاي ممكن تتبناه المدارس علشان خاطر ننهض بمستقبل اطفال مصر، واللي هو في الاخر مستقبل مصر. فانا بدعو كل المهتمين بتطوير نظم التعليم في مصر يتابعنا في الحلقه دي. مشاهدينا، زي ما قلت لحضراتكم في البداية، في أنظمة تعليمية حديثة جدا ومبتكرة. يمكن هي مبتكرة عندنا في مصر، لكن هي بادئة من زمان جدا في الدول المتقدمة زي ما بنقول. احنا دلوقتي معانا بقى اللي هتعرفنا كل النظم التعليمية الحديثة اللي اتكلمنا عنها، نظام المنتسوري والتعلم الموجه ذاتيا وغيره من الأنظمة. بنرحب بيكي أميرة سعد. أميرة واحدة من أصحاب المراكز اللي بتقدم نظم تعليمية حديثة، طبعا قائمة على العلم، يعني أميرة دارسة. خلينا الأول نعرفك كده للسادة المشاهدين. أميرة، انت اصلا كنتي مخرجه صحفيه وعملتي شفت كارير، غيرتي الكارير. احكي لنا بقى القصه جت ازاي. انا كنت بشتغل مخرجه صحفيه، واشتغلت في كذا جرايد ومجلات، واشتغلت في حاجات كتير. وبعد كده لما شرفت ريتال بنتي، ما عنديش غيرها، هي 4 سنين ونص، لقيت ان انا كدوري كأم ان انا اهتم بيها. ما قدرتش اوديها حضانه، لاني لما رحت شفت اللي بيحصل في الحضانات ما عجبنيش تماما، فقررت ان انا اركز معاها واعلمها تنميه مهارات. فبدات اقرا عن تنميه المهارات واعرفها واعرف هي ايه. عايز اقول لك ان محتوانا العربي للاسف فقير جدا في موضوع تنميه المهارات والكلام دوت. فبدات ادخل على المدونات الاجنبيه، فلقيت حاجه اسمها نظام مونتسوري. نظام المونتسوري لقيت امهات شغالين من سنين كتير مع اطفالهم وانشطه وحاجات، حسيت ان انا دخلت في مغاره علي بابا. هايل جدا. المونتسوري بقى اصلا الكلمه دي جايه منين برضه عشان نقول لسه؟ جايه من مبتكره الطريقه اللي هي ماريا مونتسوري. ماريا مونتسوري كانت طبيبه ودرست الهندسه ودرست الفلسفه ودرست حاجات كتير دمجتها في بعضها عشان تقدر تبتكر طريقه جديده. الطريقه بتاعتها اللي هي طريقه المونتسوري اكتشفتها لما لاحظت الاطفال وطبقت عليهم حاجات معينه، والهدف بتاعها الاساسي كان هو الطفل ده بيعمل ليه كده في الوقت ده. هايل. يعني بتبص لكل طفل وتشوف هو ليه بيعمل كده دلوقتي. في حاجه اسمها يا اميره طرق تعليميه تقليديه وطرق تعليميه حديثه؟ الطرق التعليميه التقليديه اللي هي بتعتمد اساسا على الحاجات الاكاديميك، اللي هو الطفل يسمع، الطفل يقعد تقولي له الحاجه وتفضلي تحشري المعلومات فيهم متلقي فقط. لكن الطرق التعليميه الحديثه كلها زي مونتسوري، زي والدروف، زي طرق كتير جدا زي السيلف دايركتد اديوكيشن او التعليم الموجه ذاتيا. الطرق دي كلها بتخلي الطفل هو اللي يمشي وانا امشي وراه، هو رايح للتعلم نفسه، هو بيحركك بشغفه، هو اللي بيمشيني وانا بمشي وراه، ببقى ميسر بس للحاجه اللي هو بيعملها. حلو قوي. خلينا بقى نفهم يعني ايه اصلا نظام تعليم مونتسوري. نظام تعليم مونتسوري هو نظام ابتكرته ماريا مونتسوري عشان تطبق الانشطه او الفترات الحساسه للطفل، لان كل طفل له فتره حساسه. فتره حساسه دي يعني ايه؟ يعني لو عندي طفل مثلا دخل المطبخ ومسك الحلل وقعد ينزل في الحلل من الرفوف ويخبط فيها، يبقى الطفل ده عنده فتره حساسه انه يسمع اصوات مختلفه.
انا كأم المفروض اترجم ده، او انا كمدربه المفروض اترجم ده، بدل ما اقعد اقول له لا سيبه لا كذا. ماريا مونسوري ابتكرت له حاجه اسمها اسطوانات الصوت عشان تنمي مهارات الصوت عنده، وهكذا في كل الحواس. ايه بقى ايه الجديد في موضوع ماريا مونسوري او موضوع المونسوري نفسه؟ ان هو مش بيشتغل على نمط واحد بس، مش بيشتغل على الطفل السمعي المتلقي للعمليه التعليميه، هو بيشتغل على الحسي والبصري والحركي، وبيشتغل بيشغل الطفل بحواسه وايده بيحركه في كل حته. وده اللي المفروض الابديت اللي احنا محتاجين او الجديد اللي احنا محتاجين نعمله مع الطفل. هايل. اصلا النظام التعليمي المونتسوري كان في الاول متطبق على ذوي الاعاقه من الاطفال، وبعد كده هي بدات تشوف ان لا كمان ممكن بدون اعاقه او بدون مش ما عندهمش احتياجات خاصه هم اللي يقدروا كمان يستفيدوا منه. بالظبط. هي لما طبقته على ذوي الاحتياجات الخاصه في الاول لقيت نتيجه مبهره منهم واستجابه، لان الحواس بالنسبه للطفل ذوي الاحتياجات الخاصه هي المثير. تمام. فلما قالت طب وده لو طبق على الاطفال العاديين ايه اللي ممكن يحصل؟ فعملت حاجه اسمها بيت الطفل اللي هو اسمه كازا دي بامبيني. ده بيت الطفل، اول بيت للطفل كان فيه كل حاجه بمقاس الطفل، الترابيزه بمقاسات الاطفال، الكراسي بمقاسات الاطفال، الادوات يقدر الاطفال يمسكوها، كل حاجه، الحوض بتاع المطبخ هادي على واطي على قد الاطفال، كل حاجه بتاعه الطفل. فالبيت ده كان اسمه بيت الطفل. هايل جدا. وهو ده بدايه نشاه المونسوري. طيب دلوقتي عشان نفهم اكتر بقى من المونسوري والنظام ده، احنا قاعدين وسط ادوات من المونسوري. اولا ادواته اصلا يعني انا شايفه انها بسيطه بس مش فاهماها، فهمها لنا بقى. طيب ادوات المونسوري الاول بتعتمد على عدم التشتيت البصري للطفل. يعني ما ينفعش اجيب اداه مليانه الوان عشان ادخل فيها للطفل مفهوم الارقام. فانا محتاجه اركز على حاجه واحده، محتاجه اركز على الارقام، فبجيب حاجات مصنوعه من ماده طبيعيه زي الخشب وبركز على الارقام. يعني الموجوده دي اسمها سبندل بوكس او علب عصيان العد. ماشي. بتبقى من اول 0 لحد 9 منفصله في حاجتين. وعايزه اقول لك حاجه لطيفه جدا، السبندل بوكس او عصيان الغزل ديت ماريا مونسوري ليه عملتها كده؟ عشان الاطفال اللي كانت بتعلمهم كانوا من فئه شعبيه جدا، وكان اهاليهم بيشتغلوا في مهنه الغزل، فهي ابتكرت من الاداه اللي هم بيشتغلوا فيها وبيعملوا عليها على طول عشان تعلمهم ازاي يعدوا. هاي ده مثلا بالنسبه لده. انا شايفه فيه هنا ارقام كمان. يعني لما اجي اعلم الطفل مثلا رقم 5 ده اسمه كارت الصنفره، ان الرقم فيه بيبقى فيه صنفره، فلما الطفل بيجي يتعلم بارز يعني بارز وصنفره. فالطفل انا محتاجه السبابه والابهام دول متصلين بالعقل. عايزه ارسم عند الطفل صوره بصريه لحرف ال5 لرقم 5. فانا عايزه امشي رقم 5، اجيب ايدي كده وارسم رقم 5. الطفل بيعمل كده عشان اعلمه ان ده 5، بدل ما امسك قلم واكتب له دوت وهو يبقى مش فاهم، هو حسه وعمل له صوره بصريه، فلما يجي يكتبه على الكتاب هيبقى سهل جدا. مظبوط. طيب انا شايفه برضو هنا في كده بوكس دي دي ال100 بورد. لما الطفل بيتعلم العد لحد 100 كل دي حاجات لحد 100 ارقام. دي الارقام بقى بيحطها الطفل ويعد يعد يعد لحد 100 بعد ما يكون اتعلم لرقم 100 مثلا. فبيطبق على دوت وبيفضل يحطها عليهم عشان يعملها. كويس جدا. يعني هي كلها حاجات بسيطه جدا، بس في الاخر هي دي اللي بترسخ في ذهن الطفل اكتر، بتوصل للطفل مفهوم سهل قوي اكتر ما تيجي مثلا الام تقول له جدول الضرب. احنا عندنا عقده في حفظ جدول الضرب. المونسوري بيتعامل ازاي مع جدول الضرب؟ لا جدول الضرب ده له سيستم لوحده في المونسوري رهيب يعني. ده عقده كل البيوت اصلا. سحري جدا وصعب ان انا اشرحه في قاعده واحده، بس هو سحري جدا. لازم يكون اتعلم قبليها يعني حاجات كتير، واتعلم مثلا لحد 100 عشان يعرف بعد كده يضرب، عشان بعد كده يتعلم الضرب. انا شايفه فيه كمان عصيان وراكي، ممكن نجيب لنا اي واحده كده كموديل كده، نموذج كده تقول لنا. بصي العصيان دي اسمها العصيان الحمراء والزرقاء. لما باجي اعلم الطفل العد، احنا في المدرسه يعني في المدرسه بيدوا له الرمز بتاع الرقم. فمثلا بحط له دي مثلا 2 4 7 دي 7، فلما انا بحط له في المدرسه رقم 7 هو مش فاهم يعني ايه رقم 7، مش فاهم القيمه العدديه لده. فانا لما باجي دوت اقول له عارف ده كام؟ مش عارف. اقول له ده 7، تعالى نعده سوا. بوقفه كده وبقول له 1 2 3 4 5 6 7 ده 7. فهو لما عد فهم يعني ايه رقم 7. وبعدين بجيب له الكارت بتاعه واحطه جنبه وافهمه ان الرقم 7 ده القيمه العدديه له. ده في بقى في بوكس كده في يا جماعه هو ارقام. يعني عندك هنا في سوري زي كده دواير حمراء وارقام زرقاء. بتعملي ايه بقى يا اميره؟ بقول له مثلا بجيب العصايه نفسها وبحط الكارت نفسه بتاع الرقم وببدا اعد 1 2 3 4 5 6 7. هايل جدا. فهو بيفهم مفهوم الرقم 7 ازاي. كويس قوي. طب انا شايفه برضو اداه كده ملفته للنظر جدا ليا. دي بقى عقده المصريين. ده ايه ده بقى؟ ده النظام العشري. ده مدخل للنظام العشري. ان انا ازاي افهم الطفل اليونت. ناس كتير اتضربت في النظام العشري. ان انا ازاي افهمه اليونت. وازاي افهمه
التنز، الأحاد والعشرات. ايوه الأحاد والعشرات. وازاي افهمه المئات. تمام. وازاي افهمه الالوف. تمام. لما بيشوفهم متجسم وان اليونت ده عمل منه الألف ده ما جاش من فراغ، وجوه اللي جوه ده 1000، هو فهم حسه، مش حافظه، مش قلت له 1000 وانا ما فهمتوش ايه يعني ايه 1000. وهيفضل يكبر وهو مش فاهمه وهو حافظه. احنا بالنسبه لنا الماث يعني او الرياضه يعني رياضيات كانت حفظ واحنا صغيرين كلنا. انا كنت شاطره في الحفظ جدا. كنت متفوقه بس حافظه مش فاهمه. حاليا بعد ما بدات المنصوري انا فاهمه مش حافظه. بصي فرق شاسع. طيب خليني اسالك برضو يا اميره دلوقتي، يعني دلوقتي ما فيش عندنا مدارس مطبقه النظام المنصوري. تمام. فانا دلوقتي الابن لما يجي مثلا مامته تعلمه في البيت النظام المنصوري، هو هيروح المدرسه ما عندوش نظام ده، فهو هيحس شويه بخلل. هل انت مع فكره الجمع بين النظامين ولا الاعتماد على نظام واحد عشان ما يصابش الطفل بالتشتت؟ هو انا مع فكره ان المدرسه تحول النظام الاكاديميك السماعي للطفل التلقين، لان هو يبقى نظام بيتحس وبيتشاف زي دوت وبيتلمس. فانا مع انه يتبنوا نظام زي ده تعليمي مثلا. اتبنى نظام تعليمي بيناسب نمط الاطفال الحديث. يعني انت لو تلاحظي كل حاجه في حياتنا بتتحدث، الموبايل كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي، بس المدرسه هياها من كام قرن يعني من كام سنه هياها زي ما هي. فانا ليه ما اطورش المدارس بنظم تعليميه وفلسفات تربويه حديثه زي المونسوري، زي والدروف، زي التعليم الموجه ذاتيا. كل الحاجات دي حاجات جديده حديثه بتعتمد على انماط الطفل المختلفه والفروق الفرديه بين الاطفال. يعني انا ممكن يبقى عندي طفل حسي سمعي بصري والمدرسه بتعاملهم كلهم على انهم سمعي. فبالتالي بتلاقي فروق فرديه، تلاقي حد كويس قوي. بالتالي بتلاقي ان الطفل ده عنده تشتت تقول لك ده تشتت حركه، ده تشتت حركه وانتباه، وده كذا وده كذا وده كذا. بينما هي لو عملته بطريقه الفرديه بتاعته، لان المنصوري كمان طفل بيعتمد يعني طريقه بتعتمد على الطفل بس. يعني انا بقدم النشاط لطفل مش مجموعه اطفال. يعني مش باخد النشاط واروح الفصل واقدمه للاطفال، لا انا بقدمه لطفل. طب وينفع النظام ده استخدمه في كل المراحل التعليميه ولا هو المفضل في مرحله تعليميه معينه وبعد كده يكمل عادي؟ هو ماريا منصوري عملته من اول 0 لحد سن الجامعه. يعني هو نظام بره سيستم كامل وله مدارس كامله وله يعني له هو مكمل يعني. بس هو عندنا في مصر حاليا بيطبق في مرحله الطفوله المبكره اللي هي بتاعه الحضانات بس. هو او بعد ما بيبدا يخش المدرسه، بعد ما يخرج من الحضانه المنصوري مثلا ويخش المدرسه بيبقى الموضوع صعب قوي. فطبعا هو بيحس باختلاف شديد بقى يعني. طيب دلوقتي انا عارفه ان انت عامله تقليد معين، ان انت ما حبيتيش انك تبداي مع الاطفال قبل ما تبداي مع الامهات. ليه بقى التركايه دي؟ دايما في المنصوري انت بتتكلمي عن فلسفه جديده وبتتكلمي طريقه معامله جديده، ان انا مش هلزم الطفل ان هو يتعلم اللي انا عايزاه في الوقت اللي المفروض يتعلمه. يعني مثلا في كي جي 1 لازم الطفل يبقى عارف كل الحروف، في كي جي 2 يبدا يكتبها. ده لو انا يعني ده في حضانات بتخليه يكتبه من كي جي 1. تمام. طيب انا مع الام الثانيه لما اقول لها كده تقول لي لا ابني لازم يعرف يكتب من كي جي 1، ما ينفعش. فانا مع المنصوري محتاجه ان انا اشتغل على الام الاول عشان تبقى فاهمه انا بعمل ايه مع الطفل، ما بوظيش اللي انا عملته. صح. فانت بتدي كورسات للامهات يفهموا يعني ايه منصوري ويفهموا يعني ايه يشتغلوا مع اطفالهم بالادوات دي. وكمان كلمه منصوري بقت مكتوبه على اغلب الاماكن، اغلب الحضانات. فلما تدخل الام وتشوف، كان بيجي لي سؤال كتير قوي لان انا لما اشتغلت مع ريتال كنت بشغله في البيت وكنت بشتغل على مدونتي اللي هي مكعبات، وبعدين كانوا الامهات بيبعتوا لي يسالوني يا اميره احنا عاجبنا نظام منصوري، بس كل ما اروح حضانه الاقي مكتوب عليها منصوري مش عارفه اقيم الحضانه ازاي. مشكله كبيره جدا ان انا اشرح يعني ايه مونتسوري على اونلاين او في شاتنج. ده طبعا صعب قوي، صعب جدا. فلازم ااهلها الاول انها تفهم، ولما تدخل تشوف هي مونتسوري فعلا ولا لا. طب انت كمان في نظام تعليمي تاني يا اميره اللي هو التعلم الموجه ذاتيا، ده عباره عن ايه بالظبط ومتطبق فين؟ يعني ايه اكتر الدول اللي متطبقه فيه النظام دي وفي تقدم فيها؟ هو التعلم الموجه ذاتيا اساسا ده نظام فلسفه تعليميه بدات من حد اسمه سوجاتا ميترا. سوجاتا ميترا ده هندي، وكان عامل كان بيشتغل مهندس اتصالات اصلا، يعني مهتم بالاتصالات، وكان عنده شركه مجاوره لحي فقير في الهند. فحب يشوف ايه اكتر فئه بتستهويها التكنولوجيا، فعمل حاجه اسمها هول ان ذا وول او فتحه في الجدار، وحط فيها كمبيوتر متصل بوصله انترنت موجهه للحي الشعبي دوت عشان يشوف مين اللي مهتم بدوت. لقى ان الاطفال اللي هو 7 سنين و5 سنين و6 سنين و8 سنين هم المهتمين بده. فبدا يحاول فكره لحاجه ثانيه، هم دول ايه اللي خلاهم يهتموا بده؟ هو ده ايه اللي خلاهم؟ يعني احنا لو حطينا لهم كمبيوتر ووصله انترنت هيتعلموا لوحدهم. وبعدين بدا يروح اماكن مختلفه
ويطبق دوت ويعمله على الاطفال ويعمل له تيستنج على الاطفال، لقى ان الاطفال مثلا لما راح بلد تانية خالص وعمل دوت، بلد فقيره جدا، وراح حط الهول ان ذا وول دوت، والاطفال ما كانوش يعرفوا اي حاجه، رجع لهم بعد شهر لقوه بيقولوا له لو سمحت البروسيسور ده قليل قوي، سرعته قليله، عايزين بروسيسور اعلى، الفاره دي ما بتشتغلش كويس، الماوس ده عايزين اكتشفوا بقى هم كل حاجه. اصلا الاطفال دول في الهند دوت ما يعرفوش اللغه الانجليزيه كمان، فهم علموا نفسهم انجليزي وعلموا نفسهم يعني ايه بروسيسور، يعني ايه ماوس، يعني ايه كل حاجه. فبدا يعرف ان التعلم ده اصلا موجه ذاتيا من ناحيه الطفل. هو اللي بيوجهك انك تعلمه ايه او تتزود له في ايه. بالظبط. صح كده. الموضوع ده منتشر في امريكا قوي، في مدارس لو عن التعلم موجه ذاتيا. حضرت تدريب من فتره في الجامعه الامريكيه لمده يومين مع احد مراكز التعليم المرن في امريكا، إريك بير، ومع نريمان مصطفى اللي هي شريكه في المراكز ديت. وبعدين قررنا ان احنا نعمل برنامج تدريبي. البرنامج التدريبي ده عملناه في اغسطس اللي فات مع مجموعه من الميسرين يتدربوا ازاي يبقوا ميسرين للعمليه التعليميه للطفل. فهمينا بس الاول يعني ايه كلمه ميسر في العمليه التعليميه؟ ميسر، احنا عارفين العمليه التعليميه عاديه، طالب، مدرس، ولي امر. طيب في المونتسوري او في التعلم الموجه ذاتيا انا مش مدرس، يعني دوري مش سلطوي، انا بتنازل عن الدور السلطوي للطفل وببقى مجرد ميسر. هو عايز يتعلم ايه فهجيب له الحاجات اللي تخليه يتعلم ده. ماشي. بتختلف بقى في المونتسوري، بيبقى فيه ادوات فالطفل بيروح لها ويروح ناحيه الاداه، فانا بالنسبه لي هو راح ناحيه ده يبقى هو مهتم بده، فببدا اعلمها له. في التعلم الموجه ذاتيا ممكن اساله انت عايز تعلم ايه النهارده؟ عايز تعلم عن الفضاء؟ تعالى نتعلم عن الفضاء. الموضوع مفتوح اكتر. بس انت لازم الاول يعني تكتشفي مداركه او توسعي له مداركه. هو ده بيتعمل ازاي؟ يعني في امريكا مثلا في مراكز التعليم المرن في امريكا التعلم الموجه ذاتيا ده بادئ مع الطفل من اول 6 سنين. فانا شخصيا بفضل ان انا ادي للطفل اوبشنز، يعرف ان في اختيارات متاحه كتير، زي المونسوري مثلا عرفته في حاجات متاحه فانت ممكن تنميها وانا امشي وراه بعد كده. يعني لازم اديله، معني لو سبته يحصل فوضى، والفوضى دي يعني لازم، يعني بصي هو التعلم الموجه ذاتيا قائم على حاجه اساسيه كده اسمها الثقه، ان انا اثق في اختيارات الطفل، حتى لو اختياراته دي كانت خاطئه هو هيتعلم من الاختيارات الخطا دي، لان احنا كلنا اتعلمنا من الخطا، بس احنا عاملين زي الجلادين شويه، يعني ماشيين ورا اولادنا، انت عملت غلط اعمل الصح، انت عملت غلط اعمل الصح، ما دام هو طبعا نابع من دافع الحب، بس في الاخر الحب القاتل اللي هو ممكن يموت اي ذكاء زياده، اي شغف. تطلع، شغف، حب استطلاع. ففي الاطار انت متابعه من بعيد، بس انت شايباه هو اللي بيسوق نفسه بالظبط، وانا بيسر له ده ان هو يبقى كده، ان هو يطور نفسه في الحاجه اللي هو عايز يطور نفسه فيها. طيب خلينا نقول كده، يعني انت جربتي كمان، انا مش بس بكلمك على انك بتحاولي تعممي النموذج على كل اللي بيحاولوا يستفيدوا من النظام ده، انت بصفه شخصيه كأم بتحاولي تعملي مع بنتك ده، ايه اللي فرق معاها؟ وهل هي لو انت شايفه انها سابقه حد في سنها، سابقاه في ايه؟ وده هيفيدها ازاي في المستقبل؟ طيب بصي هند، اقول لك حاجه، عشان انا عندي في الحته بتاعت سابقه حد في سنها دي مشكله كبيره قوي. المهارات الحسيه يمكن قصدي، انا قصدي في الحته دي اكتر. لا انا قصدي المهارات الحسيه، لا مش في الماده العلميه، انا قصدي في المهارات الحسيه، مش في الاكاديميك، لكن في المهارات الحسيه. تمام جدا. في المهارات الحسيه ريتال لو شافت اي حاجه محتاجه تقول انا عايزه المسها، انا عايزه المس دي، انا عايزه اروح اشوف دي، ماما اديها لي، تستكشفها، تقعد تبص فيها، تجيب، وبعدين تسال اسئله. يعني لو انا ما اديتش للطفل حاجه يلمسها ممكن اعرف الاسئله تيجي منين؟ صح. مش هيسال، مش هيبقى شغوف بحاجه. طب لما انا عايزاه يبقى شغوف بحاجه، هيبقى شغوف من ان انا اوري له حاجه، انا اوري لها دي مثلا، تشوفها عرفت دي، تقول لي ايه دي، فاقول لها دي كذا وابدا اشرح. صح. لكن لو هي ما شافتهاش مش هتبقى شغوفه بيه. وبرده في مشكله تانية، ان في امهات بيضيق زرعهم باسئله اولادهم، يعني اللي هو ليه وليه، لا ما تسالنيش ليه كتير، فانت المفروض برده تقولي لهم نصيحه كده، الناس الاطفال اللي بيسالوا كتير المفروض ارد عليهم اقول لهم ايه؟ هقول لهم ان الليه هي اللي بتعلم، يعني الليه احنا كلنا اتعلمنا من ليه. لو الليه بتاعته ما لقاهاش اجابه عندك هيدور على اجابتها بره، ولو اجابه غلط ممكن تكون اجابه غلط وتؤدي لكوارث. لكن لو اجابتك اللي بتاعته دي هي اللي هتخلي اجابتك بالنسبه له شافيه ووافيه، وعارف ان انت بتساعديه مش عايز تكبتيه. والليه كمان بتقتل الشغف. يعني لو عندي طفل شغوف جدا بحاجه وفضلت اقول له كفايه، بطل ذنب، تعبت من الاسئله كذا، مش هيسال تاني، فهيقتل شغفه بحاجه. انا ممكن اخلق مبدع من اجابتي على اسئلته، مبدع في حاجه معينه من اجابه على الاسئله دي حقيقه. انت قولي لي بقى الكورس اللي انت بتديه للامهات كام شهر، وتقدري تقولي الام دي مؤهله انها تساعد ابنها بنظم تعليميه حديثه امتى؟ طيب هو مبدئيا بس قبل ما اقول دوت، انا حابه اركز على حاجه، انه مش اي حد قرا شويه حاجات في المونتسوري يبقى ينفع ان هو يدرس مونتسوري، لان المونتسوري لازم
تتدربي على الادوات كويس، ولازم تبقي تعرفي طريقه تقديمها لانها بتختلف جدا. لازم تبقي شخصيه منظمه لان النظام في المنصوري مهم جدا. تبقي شخصيه هاديه، يعني تعرفي تمسكي الحاجه باحترام، لانه لو انت احترمتي الادوات الطفل هيحترمها. فانا ما اكتفيتش ان انا اخد كورس في المنصوري، لا انا بدرس دبلومه دوليه في المنصوري، وكمان بدرس دبلومه ثانيه متخصصه في اللغه العربيه في المنصوري. تمام. فلازم تكوني مؤهله ان انت تخلي الناس، يعني ان انت تدربي الناس على المنصوري. مش اي حد هيعرف منصوري يروح يدرس منصوري. تمام. طيب الام دي تؤهل ازاي ان انا اعلمها الحاجات دي واوريها لها، وكمان مش بعلمهم واوريها لهم، لانه ممكن يتعلموا من الفيديوز. يعني انا ممكن اشغل على اليوتيوب واكتب كلمه منصوري بالانجلش هيطلع لي فيديوهات، يعني ممكن اقعد قدامها واعمل. لكن تعالي اديها اداه وقولي لها اشتغلي بدي، هتعمل قدامها كده. لازم تفهم الاداه، لازم تفهم الاداه وتلمسها. فدايما مثلا انا بديهم حاجه اسمها تدريب عملي، فبعد ما بشرح حاجه معينه بخليهم يطبقوا عليها. يلا النهارده الشلف اهيت، تتفرجوا الرفوف اهيت، عايزه اشوف بتقدموها ازاي. فتيجي تقدمها تقولي مش عارفه اميره انا نسيت كل اللي انت قلتيه، بصي في ورقتك واعملي وانا واقفه. بالظبط. فتمسك وتبدا تعمل لا بصي اظبطي ايدك كده، اعملي كده. فلازم تبقي متدربه على الحاجه. طيب لو الادوات دي يعني موجوده في المكتبات مثلا غاليه، ممكن الام ازاي بحاجات بسيطه تعلم بنتها او ابنها بطريقه حديثه بس بامكانيات محدوده؟ يعني شايفه ده يعني الاداه دي سعرها حوالي 700 800 جنيه حاجه زي كده. طبعا غاليه جدا. غاليه جدا. انا ممكن اجيب التقسيمات بتاعه درج المعالق اللي عندي هتلاقوها في اي محل ادوات منزليه، وممكن اجيب شاليمو الشفاطه اللي بنعمل بيها، واجيب عدد معين من الشفاطات واكتب الرقم دوت بايدي وابدا اعلم الطفله واحطها فيه. الموضوع بسيط جدا. يعني ممكن اعمل ادوات كتير جدا من المنصوري سهل جدا ان انفذها في البيت، وانا في الكورس بقول لهم ازاي تنفذوها في البيت. طيب هايل جدا. طب ده يخليني برضو اسالك، انت دلوقتي شايفه ان النظم التعليميه الحديثه دي المفروض ان المدارس تتبناها والتعليم عندنا في مصر، شايف بعد قد ايه لو احنا عملنا ده ازاي هيفرق في مستقبل اطفال مصر بشكل عام؟ جدا. يعني هيفرق كتير قوي، يعني هيفرق كتير قوي. يعني يعني انت في ماما عندنا اسمها ساره مثلا، بنتها عندها 5 سنين والثانيه عندها 4 سنين، فرق المستوى المهارات بالنسبه لهم عالي قوي. يعني ان البنت اللي حست ولمست وجربت وعملت غير البنت اللي على طول قاعده في المدرسه بتسمع ومتلقيه فقط. فتخيلي ما بالك ان دوت بين طفلتين بينهم سنه، ما بالك جيل كامل هيبقى عامل ازاي. يعني كميه المبدعين وكميه المفكرين وكميه اللي هيطوروا في كل حاجه في البلد دي هتبقى عامله ازاي. يعني هيحصل جيل مختلف تماما. ما ينفعش اسيبك يا اميره من غير ما اسالك، طب انت حاولتي يعني تتعاوني مع اي من المسؤولين وبين قوسين القائمين على العمليه التعليميه في مصر؟ انت تحاولي، ما اعرفش انا اكيد طبعا هم عارفين يعني، او المفترض ان يكونوا عارفين، بس حتى لو فرضا مش عارفين حاولي تتواصلي مع اي منهم ان انت تتعاوني معاهم ان هم نطبقها يا جماعه في المدارس عشان اولادنا يترحموا شويه من فكره التعليم التقليدي، وكفانا ما نتج عن التعليم التقليدي. هو في اصلا يعني هو نظام اصلا معتمد في مصر ليه؟ لان في مدرسه انترناشونال في مصر، مش هقول الاسم طبعا عشان الدعايه عارفه. ففي مدرسه انترناشونال في مصر بتتبنى نظام منصوري ماشيه بيه، فطبعا دي لازم ملايين المدارس بالظبط. فدي طبعا واخده موافقه، فمعروف النظام دوت، لان النظام ده بقى له اكتر من 100 سنه بره، فهو معروف. فانا على اتم استعداد ان انا اتعاون مع اي مكان، جهه حكوميه او اي مكان او اي مدرسه حابه انها تطور دوت. وفي مدارس كتير دلوقتي بتبعت المدرسات بتوعها ان هم ياخدوا كورسز او دبلومات دوليه في المنصوري عشان يطوروا من ده. اتمنى بقى ان المدارس دي واحده واحده تبدا تنهض بانظمتها الاكاديميه انها تبقى انظمه حسيه. هايل جدا. طيب عشان بقى نشوف النظام الحسي، تعالي بينا بقى نروح المحاضره اللي انت النهارده محضراها لاولياء الامور ونستمتع بيها معاكي. اتفضلي. اتكلمنا في ان احنا ازاي ندخل للطفل اصلا مفهوم الرقم. يعني ما ينفعش اجي اقول للطفل واحفظه 1 2 3 4 5 6 لحد 10، ولا ينفع اقول له 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده اسمه كر، ده اسمه حفظ، وده اللي احنا مش عايزين الطفل ان هو يعرفه. عايزه اعمل بقى مكونات الرقم 10 واللي تحت مكونات الرقم 10، واعمل تقديمه لطيفه للطفل تفهمه يعني ايه جمع من غير ما كلكع له الدنيا، من غير ما اجي اقول له 2 و2 كام، 3 و4 كام، من غير ما اجي اقول له كده. فهجيب
العصايه اللي بتعبر عن الرقم 10 اللي الطفل عدها كتير قوي هنا وعرفها وعارف القيمه العدديه ليها، وهحطها وهقول له دي نمبر كام؟ هيقول لي 10، يبقى هجيب 10 واحطها جنبها. تمام؟ طيب انا عايزه اعمل 10 دي كتير، ممكن نعمل 10 ازاي؟ تحب اوريك نعمل 10 ازاي؟ تي نمبر كام؟ مش عارف. تعال نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دي 9. لما احط 9 عند 10 يبقى فاضل كام واحدة؟ 1. دي 9 ودي الواحدة اللي بقت هنا بقت كام؟ بقت 10 بالظبط. عارف؟ دي اسمها بلس. هنحط جنب ال9 بلس وبعد ال1 equal، يبقى 9 بلس 1 equals 10. تمام؟ انا كده قدمت له مفهوم بسيط عن الجمع وهو شايف. يعني لو حطيت 9 او 9 بلس 1 على ورق مش فاهم اي حاجه، لكن انا وريته ان ال10 اهي، ولما حطيت ال9 هنا بقت ال1 كده وعملوا فعلا 10 قدامه، هو شايف المقارنه بنفسه. طيب هشيل ال9 وهشيل ال1 وهخلي ال10 قصاد بتاعتها بالظبط، واقول له طب انا عايزه اعمل 10 كمان، ممكن اعملها بايه تاني؟ ممكن اجيب ال10 تاني واجيب دي كام؟ تعالى نعدها كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. احطها هنا واقيسها. فاضل كام؟ مش عارف. تعالى نعد. 1 2. نجيب 2. فين 2؟ عارف فين 2؟ فهو عارف فين 2. هيجيب 2 وهيحطها. بقت 10. فهشيل ال10 من هنا واقول له دي 10، دي 8، دي 2. لما احط البلس هتبقى equal 10. استاذه اماني، قولي لي انت بقالك قد ايه اصلا بتاخدي تدريبات نظام المنتسوري في التعليم؟ بقالي تقريبا 5 شهور. ايه اللي انت كان بيركز عليه التدريبات دي خلال ال5 شهور اللي فاتوا؟ بصي، هو اهم حاجه خالص في الاول احترام الطفل ذات نفسه. يعني احنا كتير من الامهات بتلاقي تربيتهم للاسف بينظروا ان الاطفال دول ما لهمش اي قيمه، ما لهمش اي هدف. على العكس تماما، الطفل ذات نفسه لو اتربى صح بمنهج صح هيطلع انسان فعلا مفيد للمجتمع وللناس، هيبقى انسان مختلف تماما. هايل. طب انت ايه الحاجات اللي انت بداتي تطبقيها فعلا؟ انت ابنك عندك ابن واحد عنده 1 و9 شهور. محمود 1 و9 شهور. ربنا يخليهولك. ايه اللي انت بداتي تعمليه معاه من دلوقتي بحيث ان هو لما يجي يدخل سن الدراسه خلاص يبقى مؤهل بقى؟ لان في امهات كتير بتغلط غلطه ويفضلوا طول الوقت يعني عادي ما بيعلموش ابنهم حاجه، وبيجي وقت الدراسه بقى يتفاجئوا بالموضوع صعب. بالظبط. انا كمان اكتشفت ان كتير قوي من اصحابي بداوا يدخلوا المدرسه في الاول خالص بيتعمل انترفيو وحاجات زي كده، فحسيت لا، ان المفروض فعلا ااهل ابني قبل ما يدخل اصلا المدرسه، بحيث ان هو يبقى عارف في كل حاجه، سواء كان في الحروف، في الارقام وهكذا يعني. فبدات بصراحه اطبق الحاجات دي. هو صغير، بس ببدا معاه مثلا بالالوان، اتبع الفترات الحساسه ليه. هو مثلا في فتره حساسه للالوان زي دلوقتي، فبتبع بقى الالوان معاه، اعمل له كتيبات. بالظبط. طبعا اتمنى ان تكون المدرسه اللي هيخشها يعني بتطبق شويه نظام مونتسوري، او بتتبع ان يبقى في وسائل تعليميه الطفل ذات نفسه بيمسكها وبيمارسها كده يعني. عرفتي منين اولا نظام التعليم المنتسوري، وايه اللي خلاكي وشجعك تيجي وتاخدي كورس تدريبي عشان بعد كده تفيدي اولادك في التربيه بشكل عام والتعليم؟ هو بصراحه يعني في السنتين الاخرى دول انتشر قوي مفهوم مونتسوري، بقت حضانات كتير يتكتب عليها مونتسوري، مدونات كتير على النت وعلى الفيسبوك.
فبدات اقرا اشوف انشطه. ما كنتش عارفه بصراحه ابدا منين، بس هي كانت بالنسبه لي حاجه مبهره جدا في طريقه التقديم والادوات. انت عندك بنوتك كبيره؟ مش مونتسوري عادي؟ لا، دخلت مدرسه عاديه، جه سنها سن المدرسه 4 سنوات ونص، دخلتها مدرسه عاديه KG 1. بدات المشاكل العاديه بقى، بدات تاخد الحروف والارقام والحاجات دي كلها. دخلوا في الكتابه على طول برضو. اختها بقى الاصغر منها قدمت لها حضانه مونتسوري. بدات الاحظ بقى الفرق. ايه بقى كان الفرق في ايه؟ الفرق في الماده العلميه المقدمه وطريقه تقديمها. الكبيره بتاخد حروف من الالف للياء ورا بعض ومفيش فاصل، مفيش اي تمرينات عليه، على طول بتاخد الحرف تكتبه وعليه كلمات. كنت حاسه ان هي صغيره قوي ومضغوطه جدا، كان الواجب كبير برضو. اختها بقى لا، فرق، كانت تاخد الحروف بترتيب غير تقليدي، كل حرف تبدا بالاسهل. الحرف بتلمسه وبتحسه وبعدين بتكتبه على كذا وسيله، تكتبه على الرمل، بتمرن عليه بطرق مختلفه. اول حاجه كمان يهتموا بيها تمرين عضلات الايد، ده ما بيحصلش في المدرسه. هي بتدخل على طول المدرسه تمسك القلم وتبدا تكتب وتجمع وتطرح وتكتب كل الحروف. KG 2 بقى فيه كلمات، لكن الصغيره كان في فرق. هي بدات تحب ده، بدات هي اصلا من نفسها في البيت، حتى في الحياه العمليه بدات هي تساعد. اي حاجه هي عايزه تعملها تعتمد على نفسها. انا افتح الزرار، انا اقفل السوسته. بداتي تحسي بالفرق في كل ده، فجيتي تتعلمي بقى. برحب بيكي طبعا. اهلا وسهلا. قولي لي اصلا انت يعني عندك كام ابن او كام بنت يعني؟ انا عندي طفله واحده اسمها تسبيح، عندها 2 سنين و9 شهور. تمام. وجاي تبداي من دلوقتي؟ لا، هو انا بادئه من قبل كده، يعني من وانا حامل ومن وهي لسه سنه وسنه ونص كنت بحاول اتعلم ازاي اتعامل معاها وازاي اعلمها وازاي انمي مهاراتها. عرفت نمطها ايه، خدت كورسات في الانماط وخدت كورسات ازاي اربيها وازاي اعرف نوع ذكائها واقدر انميه. اكتشفت ان هي طفله يعني حركيه حسيه. انت خلاص عرفتي النمط بتاعها. فنظام المونتسوري اكتر نظام بيقدر يوصل للطفل الحركي الحسي المعلومات بشكل سلس ويسر. ايه الاستفاده والتقدم اللي انت حاسه ان انت بداتي يعني يحصل لك فتره الشهرين دول؟ اولا بدات معاها تتعلم مثلا الالوان، بدات ان انا اتعامل معاها بطريقه تناسب نمطها وازاي افهمها الحاجه. يعني الواحد ما ينفعش 1 2 3 4، لا، الحفظ والتلقين الموجود في حتى انا يعني يعني في بحثي عن حضانه ليها او مدرسه بدات افكر ايه فعلا الحضانه اللي هتقدر تقدم لها العلم اللي يفيدها ويفيد نمطها وتنمي ذكائها، وان انا حتى لما ترجع لي البيت اكون فاهمه يعني اشتغل معاها ازاي في البيت واعلمها ازاي وكده بطريقه اللي تناسب نوع ذكائها ونمطها. خريجة هندسة القاهرة قسم اتصالات، ولقيناكي حاضرة محاضرة النهاردة في الكورس التدريبي للنظام المونتسوري. يعني انت بعيدة تمام البعد عن التربية، كلية التربية او اي انظمة تعليمية. بالاضافة كمان ان انا يعني نقول للمشاهدين انت مش متزوجة لسه، ما عندكيش اولاد، فايه اللي خلاكي بقى تيجي وتتعلمي النظم التعليمية دي؟ بصراحة أنا شفت كذا حد من صحابي متزوج وعنده أطفال، وشفت قد إيه هما بيتعاملوا معاهم بصعوبة جدا. الطفل بيبقى عنيد قوي، بيتمرمخ في الأرض، مش عارف يوصل لمامته هو عايز إيه، وهو نفسه ساعات ما بيبقاش عارف هو عايز إيه من كتر ما الدنيا عنده متلخبطة. فبدأت أشوف كده في حاجة ممكن أخدها بحيث إن أنا أسهل عليهم شوية الدنيا دي. ايه اللي انت لقيتي بقى ان هو مختلف؟ مش هقولك بقى عن النظم التعليميه اللي بياخدها الاطفال، لا، النظم التعليميه حتى اللي انت اتعلمتي بيها. مريم منصوري وهي بتشرح الاول في الكتب حتى بتاعتها يعني ايه طفل،
ويعني ايه الدماغ بتاع الطفل متركبه ازاي الطفل نفسه بيستوعب الحاجه، ازاي بيطبقها، ازاي بيفهمها. فالحاجات دي فرقت جدا لما انت تحسي ان قد ايه الطفل ده مش حاجه انت حطاها جنبك، اسكت العب اتحرك. بعد الفلسفه دي بقى بيبدا شويه تدريبات. الاسلوب كله مبسط جدا، مبني على ازاي ان كل طفل مميز، كل طفل مختلف عن التاني، والمهم ان انا اعامل كل طفل باللي هو بيحبه. ايه اللي انت يعني شجعك انك تيجي المركز هنا علشان تعرفيه ويفيدك في انك تقدمي المناهج والتعليم عموما بطريقه مختلفه للاطفال؟ هو مكان راقي جدا في تقديم المعلومات وتقديم منهج غير تقليدي وغير أكاديمي خالص وغير إلزامي. بتدرب فيه على الأدوات اللي موجودة فيه، أدوات المونتسوري، لأن أنا أصلا دارسة دبلومة مونتسوري في سنة تانية السنة دي. خلصت الجزء العملي والجزء النظري، وحاليا بدأ في الجزء العملي تبع مؤسسة ميب الدولية. قدامنا دلوقتي أداة من الأدوات دي، عرفينا بالأداة دي وبتستخدميها في إيه بالظبط وبتفيد الطلاب إزاي؟ دي بقى بداية بستخدمها للطفل، بيستخدمها عشان يبقى في تنسيق بين عينه وبين ايده، بتبقى بدايات وتمهيد بعد كده فيما بعد ازاي يعرف يمسك القلم وازاي يكتب كويس. مش بجبر الطفل من سن 3 سنين وسنتين ان هو لازم يمسك قلم بطريقه معينه، وهنا ده بقى بيحصل الخطأ الجسيم اللي بتقع فيه كل الامهات، ان لازم الطفل يمسك القلم اول ما يتولد على طول من سن 2 ومن سن 3. لا، الادوات دي بتمهد له ازاي يعرف يمسك قلم فيما بعد 4 سنين، بعد 6 سنين يعرف يمسك يعني قلم كويس. بتعوديه على ايه هنا يا هناء؟ ازاي هو بيعرف يفك الزراير بطريقه معينه. نشاط قدم كده بقى، خلص النشاط ارجع تاني. تعرفيه بقى يعملها من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من فوق لتحت. ويسمع الصوت، مهم جدا للطفل انه يسمع الصوت. ايه الفرق اللي انت لمستيه في الاطفال لما اتعلموا بالطريقه دي؟ طيب، هو بدايه المونتسوري هو حريه من جوه، ما بجبرش طفل عن ان هو يختار النشاط، لا هو اللي بيروح للنشاط نفسه، ان هو اللي يختاره. بعلمه ازاي هو يروح يجيب النشاط من مكانه، من على الرف اللي هو بيجيبه، بيستعمله. خلص نشاطك ورجعه مكانه. زميلك لو هو كان محتاجه وقف جنبك عشان ياخده، وبعد ما تخلصه ممكن تنبهه ان انت خلصت النشاط، روح هاته. فبقى في تنظيم، وكله بيساعد التاني داخل المكان. زي ما انتم شايفين كده، احنا لسه موجودين مع مجموعه من الاطفال بنحاول نشوف طرق التعليم المختلفه اللي احنا شفناها معاكم دلوقتي ازاي بتاثر عليهم وبيعرفوا الحاجه، والمهم ان هو بيعرفوها من غير حفظ ولا تلقين، وده المهم. ازيك يا استاذ اياد؟ كويس. عندك كام سنه؟ 2 يعني انت اكبر من كده بقى، تضحك علينا. طب قولي انت في سنه كام اصلا؟ في KG1. طيب انت تعرف تقول لي الصفحه دي فيها ايه؟ طب قول لي كده فيها ايه؟ قل هو الله احد. حافظها؟ طب ممكن تقولها لي؟ الله احد الله الصمد لم يلد ولم كفوا احد لم يكن له كفوا احد. صدق الله العظيم. برافو. انت قلت لي انت حافظ سوره تانية، والتين والزيتون. والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين وقد خلقنا التقويم. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعد ما بنخلص بنقول إيه؟ صدق الله إيه؟ صدق الله العظيم. شاطر، برافو يا إيه، صدق الله العظيم. ريتال، ازيك؟ كويسة؟ انت عندك كام سنة؟ عندك 4 سنين. طيب قولي لي، انت بتيجي هنا مع ماما كتير المركز صح؟ تتعلمي ايه بقى؟ لازم كورس العلوم وكورس الكورة.
جغرافيا وكورس قرآن وكورس كورس العلوم والجغرافيا والقرآن، كل ده حلو قوي. طب انتي دي صور صح؟ قولي لي الصور دي يعني بتحكي عن ايه؟ عن الكعبة وعن الإنسان عن الزيتون عن طيب ممكن تقريها لي بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. برافو برافو يا بتقال، انت شطورة. مشاهدينا زي ما تابعتم معانا أساليب تعليمية حديثة كتيرة جدا مختلفة ومتنوعة، شفتوا معانا الشغف اللي في عيون الأمهات علشان خاطر يساعدوا أولادهم في تنمية مهاراتهم الحسية والعقلية على حد سواء. أنا الحقيقة عايزة أوجه هنا رسالتين. الرسالة الأولى لكل المسؤولين القائمين على التعليم في المدارس المختلفة، كفانا ما نتج عن التعليم التقليدي، حاولوا تكتشفوا حاجة جديدة مختلفة تنمي الشغف وتحافظ على لمعة العين ولمعة الذكاء الموجودة في عيون أطفالنا أول ما بيدخلوا المدرسة. عايزة كمان أوجه رسالة لكل أم ولكل أب، لو حضرتك شايف إن المدرسة مش بتنمي ذكاء ابنك، بتحاول تطفيه، النظام الحفظ والتلقين أجهده جدا، حاول أنت تركز مع ابنك وتشوف الطرق التعليمية المبتكرة دي بشكل موازي تعملها في البيت عندك علشان خاطر تساعده إن هو يختار مستقبله، لأن اللي حضرتك هتزرعه النهاردة في ابنك هو اللي بكرة هتحصده إن شاء الله.